هي الفراخ بتتغسل؟ دي بتدعك مش بس بتتغسل. هقول لكم في فيديو النهاردة ازاي نقدر نغسل الفراخ ونضيع اي زفارة. بس اهم حاجة ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات حابين تعرفوا معلومات عن ايه تاني، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد بالمعلومة. وانا الشيف رورو، ودي قناتي اسمها اكلات على كيفك. بالنسبة للفراخ وطبعا بتكلم على اللي هي الفريش. اول ما تجيبيها لازم تغسليها بمية جارية، بس هي مية مش اكتر من غير نقع. وتغيري الكيس بتاعها ونحطها في اكياس تاني تلاجة ونبتدي ان احنا نفرزها. ده الكلام ده طبعا لو احنا هنجيبها وهنشيلها مش هنستخدمها في نفس اليوم، ويفضل ان اللي هي بتبقى مذبوحة فريش ان هي تتفرز يوم على الاقل. بعد كده اطلعها من الفريزر، وبعد ما تفك هبتدي ان انا احطها في خليط النقع. خليط النقع عبارة عن مية، طبعا على حسب كمية الفراخ بنزود الكمية. بحط المية وبحط سكر وبحط ملح، معلقتين كبار من السكر ومن الملح، واقلبهم كويس قوي. وبعدين بحط فلفل اسود، وكمان بحط رشة من القرفة، نص معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. واسيبها نص ساعة، وممكن لو حابين تحطوا شرايح ليمون، بس بالنسبة لي مش مهم الليمون لان هستخدمه بعد كده. هسيبها نص ساعة واصفيها كويس واشطفها كويس قوي. وبعد كده هسيبها تتصفى كويس، وبعد كده هجيب ليمونة وادعكها بيها كويس قوي قبل ما استخدمها في الطبخ. جربوا تنفذوا المعلومات اللي في الفيديو، وان شاء الله مش هتلاقوا اي زفارة للفراخ تاني. وانتظروني الحلقة الجاية، هنتكلم عن اللحمة وهل هي بتتغسل ولا لأ، وايه افضل حاجة. ما تنسوش تعملوا شير وكومنت ولايك وتدعموني وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.